اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وحشتوني يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده طريقة الجيلي زي ما انتوا شايفين كده، طريقة بسيطة جدا وسهلة. كوبايتين مية مغليين، ظرفين من الجيلي، جيلي الفراولة او اي جيلي انتي تحبيه. يبقى كوبايتين مية مغليين عليهم ظرفين جيلي، وكوبايتين مية ساقعين متلجين، ونقلبهم كويس جدا. طريقة الجيلي ده سهل جدا. لو عندك اي فاكهة عايزة تحطيها، تحطي عنب، تحطي فراولة، موز. هو الفراولة اكتر حاجة بيليق عليها هي الموز. قطعي شرايح موز وحطيها، بس انا كنت عاملاه ساد. تمام. خلاص، دول كوبايتين المية الساقعين. طريقة بسيطة جدا وسهلة ما شاء الله، حاجة حلوة للأولاد، مش هتاخد معاكي وقت. هنحطها بقى ايه في اطباقنا، ونحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات. وبالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت. هنحطها في الاطباق بتاعتنا ما شاء الله. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاولاد بتحب الجيلي، الحاجات الحلوة قوي. وبالهنا والشفا، ربنا يخلي لكم اولادكم كلكم يا حبايب قلبي. طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكم وقت. خلاص كده احنا حطيناه في الاطباق. هنشيله بقى في التلاجة لمدة 4 ساعات، وهيطلع معاكم زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. تمام كده يا حبايب قلبي، بالهنا والشفا على قلبكم يا رب. جربوا الوصفة النهاردة بتاعت الجيلي بالفراولة اللي هو العادي. تمام كده، خلاص خلصنا كده. خلاص كنت طلعته من التلاجة، وبالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. ايه رأيكم؟ سهل وبسيط وما خدش وقت. مع السلامة.